مع حضرتك برشامة من شركة سواحني للسياحة. لو سمحت كنت عايز اسال عن رحلات شرم الشيخ. 10,000 جنيه. ايه ده 10000 جنيه ايه؟ هو كده، لو مش عاجبك خليك قاعد في بيتكم، مش ناقصة هي ناس معفنة. انت ازاي بتكلمني كده يا متخلف؟ والله أنا أتكلم زي ما أنا عايز، مش هيجي واحد زيك ويعلمنا أتكلم إزاي. بقول لك يا حيوان، انت ما تكترش معايا وديني مديرك اكلمه. أنا ماليش مدير، وأنا المدير بتاع الشركة دي، وبقول لك ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. على معفنة. ما سيادة المدير. انت مدير الشركه صح؟ ما هو يا سيادة المدير. اخلص خالص ولا كلمه. أنا قصدي على حضرتك يا سيادة المدير. ورايا على المكتب يا مهزأ. صدقني يا سيادة المدير هو اللي قال له أدبه عليا. ما تحاولش تكذب يا برشامه، كل مكالمات الشركه متسجله. ما هو ايه ده بجد؟ انتوا ازاي بتسجلوا؟ شفت بقى؟ انت مخصوم منك يومين يا برشامه. ليه بس يا فندم؟ علشان تبقى تحترم عميل الشركه بعد كده. طب انا عايز اجازة. مفيش اجازات، وامشي نجر على مكتبك يلا. لو جاتني منك اي شكوى تاني هرفدك. ماشي يا عم، بس ابقى افتكر انك مرضيش تنزلنا اجازة. يا عم حاضر، انا اللي جبته لنفسي علشان عينت واحد غبي زي ده. انا عارف ان هو يوم مش فايت، اول يوم وتخصم لي يومين شغل. انا لفتة، انت انا امي، انا يخرب بيتك، انا اتخصم لي يومين. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا اتخصم لي يومين. ايه ده يا ابني؟ هو انت لحقت؟ انت النهارده اول يوم شغل. هو ايه اللي حصل بالظبط يا برشامه؟ المدير دخل عليا وانا بتخانق انا وواحد عميل غلس كده. عمل معاك ايه؟ لا، ما انت عارف ان اخوك محدش بيعرف يعمل معاه حاجة. طالما قلت كده يبقى عمل معاك حاجه. اداني يومين خصم بس. الراجل ده انا مش مرتاح له، ما بحبوش، وفضل يشتم فيا جوه ويهزق فيا، ولقيته بيتحول عليا جوه وبيقول لي انت مخصوم منك يومين يا برشامة. يخرب بيت خفة دمك. انت بتضحك على ايه؟ انا اقول لك مخصوم مني يومين يا جدع. لا بس انت اللي جبته لنفسك يا صاحبي. بني ادم ما بيعرفش يعمل حاجة في الدنيا غير لما يجعر ويعلي صوته. راجل حمار الواحد، والله ليه ربنا اديني طولة البال والصبر لا كنت مسكت فيه. والله يا عم اللي عينه مدير ظلمه. انا مش عارف ايه الاشكال دي يا اخي. استنى بس يا برشامه، ده المدير ده اطيب واحد، بس انت اللي فهمته غلط. طيب مين يا طيب انت؟ ده راجل مفتري وما يعرفش ربنا. ده طلع بس ان هو يقول لي عندك خصم يومين يا برشامه. احي سيادة المدير. ما والله يا سيادة المدير الواد ده هو اللي كان عمال يشتم فيك. لا يا سيادة المدير ما تصدقهوش، ده هو لما يغلط فيك من بدري. تعالوا ورايا على المكتب يلا. طب انا ماليش ذنب يا سيادة المدير، انتوا الاتنين ورايا على المكتب يلا. الله يخرب بيتك، هنترفد بسببك. امال يعني انا اترفد لوحدي؟ معلش يا سيادة المدير، انت انا عيط لي شوية يمكن نصب عليه. سيادة المدير بعد اذنك والله ماليش ذنب. انتوا الاتنين مالكمش اي لازمة في الشركة، ولو جبتوا حمار من الشارع هيأدي الشغل بتاعكم على اكمل وجه. انت يا عم انت ما اسمحلكش. انتوا الاتنين مرفوضين. مرفوضين يا سيدي، احنا مرفوضين من الجنة يعني. ايدك بقى على الفلوس اليوم اللي اشتغلته. مالكش فلوس عندي. بس سيبنا لفتة. هو انا مسكتك يا عم؟ يا سارة. نعم يا سيادة المدير، اندهيلي الامن يطلع الاتنين دول بره. ايوه يعني انت فاكر ان الامن هيحوشك عني؟ هات يا عم فلوسي بدل ما اكسر لك الشركة. استنى بس يا برشامة، ده بيقولك اندهيلي الامن. وانا ما يهمنيش امن ولا غيره، عليا النعمة من نعمة ربنا اكسر الشركة على دماغه. انا عايز حق اليوم يا عم، فين حق اليوم اللي اشتغلناه؟ نعم يا ست المدير. ولا برشامة اسكت يالا. سيبني يا عم، عليا النعمة، انا ماشي من هنا غير لما اخد فلوسي. لا اذا كان كده استنى لوحدك وخدها انت بقى. في حاجة يا فندم؟ الاستاذ برشامة جاي عامل بلطجي بيقول لي اكسر الشركة على دماغك. خد الواد ارميه بره الشركة. بس كده؟ أوامر يا مدير. نزلني يا عم، انت واخدني ورايح فين؟ يا عم بقول لك نزلني. وانا سيب البنطلون يا عم، سيب البنطلون يا عم. هو انت بتتخانق معايا ولا مع البنطلون؟
ايه اللي انا عملته بنفسي ده؟ كان لازم اعمل فيها شبح يعني؟